اختصرت لكم جزء من طلعتي البارحة اللي هي صديقتي الكردية. هنا أنا حضرت ملابس عراق وحضرت عراق، وقبل يوم أني لافة جدرية الدومة فقلت أركبها ونروح ناكل سوية. فهنا لقيتها يعني خليتها تتهدر على راحتها تقريبا ساعة ونص، لقيتها مستوية. على ما بردت أخلي أني من تبرد أوخر الماعون اللي هو جو القبغ يصير، وما أعرف ليش دا يخلوا، يعني كل حياتي أخليه بس ما أعرف ليش، يعني شنو سره بالدوامة. وأخلي الخبزة حتى الخبزة تنقع، يعني من أقوب الجدرية مات الدوامة تنوكل بسرعة الخبزة ولين تصير وترفه. وهنا اللبن على الخبز وخير من الله، خليتهم بالعلاقة وأكيد علاقتي المهرة. وهنا عراق وأم عراق التكتكة وعدلوا نفسهم. وصل التاكسي وتوكلنا على الله. وهاي أول مرة من جيت السليمانية إنه أنا أطلب تاكسي وأروح يعني مكان وما أعرف، يعني على الإشارة دليته، بس كلش أمان وكلش مرتاحة أني، لأن كلش متعاونين وكلش يعني يحبون العرب. هنا لقيتهم هم محضرين المشاوي ويا الدومة. للعلم إنه أنا ما قايلت لهم راح أجي، أكو من فاشلهم السر قال لهم أني راح أجي، فخطية محضرين الأكل وأني قلت ما أقولها حتى ما تحضر، لأن هي يعني كلش يعني أم هلا وتحضر وهيجي، فما أعرف إني قايلة لها خطية، فهي محضرة. وهنا الدومة وصلت وفتحتها قلت تعالي انطيني بالله رأيك بيها. وهنا هم كانوا عالقين أغنية، فمن أني جيت قلت لهم ما يصير أغاني وهيك إلا محرم ولازم قرايات، فهم رأسا شغلوا القرايات وكلش عجبت. بدينا نحضر للعشاء، هو غدا هو عشاء يعني احنا سوينا وخير من الله. وأهم شي اللمة وتمنيناكم ويانا، كانت لمة كلها ضحك وسوالف. وأنا دا أسجل لكم بالفيديو شلون دومة يا بندومة، أكيد اللي رايق دومة راح يعرف طعمها وراح يعرف أني شنو أقصد. بس البنات وأخيرا لقيت لكم البيج مالت حذاء عراق ذاك المرة كلكم سألتوني عليه، هسه لقيته وأني ماخذه وياه بعد شغلة كلش حلوة. بس للأسف البارحة من لقيت البيج ذكرتها دورتها ما لقيتها، فراحت بالهوسة مالت السفرة. من كثر جمالها يعني خالتها بجنطة، وين ما اروح اخذها وياي، يعني حتى البنات حبوها، اختي بالذات ماتت عليها. كلش حبيتها. لو ما بيها اسمي كانوا خلص. الحمد لله وشكر انه بيها اسمي. فانطيتهم البيج حيوصلون باع النزاكة، هي مراية يعني وين ما تريدون تروحون هي وياكم، وبجنطة تصير وبالبيت شكلها. صديقتي الكردية دا تريد تقول لي انه اني كل سنة اوزع دومة وتمر. عرفت تقول الدومة شنو الدومة؟ يابرا. بس ما عرفت التمر، عددت لها يعني كل الاشياء، بالاخير خطية جابت التمرة من الثلاجة قالت هذا شو اسمه. حما هذا المي مال شنو؟ بير هذا المي مالتهم شنو؟ مال كاني والمال بير. كاني شنو؟ كاني احنا نعرف بس البير، الكاني شنو؟ بير. هذا المي مالت بير، شوفوا ايش قد قوي. كل شي شفت بس هيك شكلته باعوا لي باع. مو راح سويتها. هاي منو سوا؟ نورا. عافية بس انت صديقي. باعوا يعني حرفيا كليتشتهم ما ينشبع من عندها، تجنن. باعوا شلون هاي جعصتها، دا اشوفكم وخرب التصوير رجعت جعصت غيرها ما شاء الله. حتى التمر اللي جوا ما اعرف شنو مخلي له كلش هش. هسه اخذ لكم الطريقه من عندهم وانزلكم اياهم. علي يا ضرغة انتي امي. شوفوا بنات اني ما معاشره الكرات طبعا ابد، هاي اول مره بحياتي، فوالله العظيم كلش حبيتهم وحبيت احترامهم للاخرين. شانية كردية من غير مذهب يعني مو شيعي، فمن اني رحت عليهم سولفت لها انه اني لابسه اسود على الامام الحسين وهيجي، تقريبا 5 دقائق حكيت لها عن الامام الحسين وعن السوادات، راحت لبست اسود. ومن رجعنا بالسياره يعني اولادها قالوا لها نشغل اغاني، قالت لهم لا عيب من مهره ما يصير نشغل اغاني، فشغلت قصيده بالسياره بالرجعه. فكلش جيت وياك مرودي لك
ناس هوسة وساخة عادي. توم النوبية خلي أعلمكم المقلوبة. هنا سالقة اللوبيا كنت حمستها بدهن وبهار مشكل، وهنا مرق مال دجاج كامل سوب، وأقلي دجاج سوب عادي بملحة وكل شي عباقدر ناكله. وهنا قليت الباذنجان والبوتيتة، وهنا تمن سويته بس بمعجون وزيت ونص ستاو عفته بدون تهدير. وهاي حمست الشعرية ونص ستاو بدون تهدير. هنا يلا هنا اللوبيا باعو بالبهار اسويها كلش زين احمسها. بعدين شو اسوي هسه الخطوة الثانية بنات؟ بعد ما سويت اللوبيا كلش زين صفطتها، بعدين اخلي الباذنجان والهذا والخضروات الدجاج كل شي اخليه سوا. باعوا هسه خليت الدجاج، ما رادوا اسوي احمر خطارنا، قالوا لا احنا نحبه هيجي. هسه اخر خطوة البصل والطماطم اقليهم بدهن الدجاج. هسه اخلي البندورة طماطم، شو يسمونه طماطياتنا نخليها، وبصل. هو المفروض اخلي هذا لان كلش يعني صار شكله يشهي، بس هي هواية بيها زيت ما اقدر اضيف. هسه نخلي الشعرية، نطشطش الشعرية عادي. هاي الشعرية طشوها طش. اخر خطوة التمن اخليه نص ستاو. باعوا مثل ما قلت لكم نص ستاو ما يتهدر. والله حبيبي شوفي، اني سبق ببغداد كان مالتي الستيل ناره كلش زينه،